يقولك ان انت في عندك جندي قتل منهم 3 أو 4 أو 5 ايا كان العدد وما اعتذرتش وهما ما كانش لهم رد فعل، فانت هيكون رد فعلك ايه؟ فكل المتوقع ان انت مش هتعمل حاجة، ده المتوقع يعني ان انت هتعديها. بس طيب لو اتكرر ايه اللي ممكن يتم؟ تفتكر ايه اللي ممكن يتم؟ يعني هو دلوقتي بينكشك، تمام، اوكي، عايز يشوف رد فعلك، اوكي. طب تفتكر، مع ان احنا عارفين ان هو مش بالغلط ولا حاجه زي ما هما بيقولوا يعني، احنا عارفين ان هو مش، احنا عارفين كده، انا وانت واي حد عارف ان هو مش بالغلط، بس ماشي، نمشيها بالغلط. تعمل ايه بقى تاني لو جت واحده كمان بالغلط برضو؟ تعمل ايه تاني؟ او ايه اللي ممكن يحصل؟ الله اعلم، الله اعلم بجد والله ايه اللي ممكن يحصل، ولكن على ما اعتقد ان كده يبقى اعلان رسمي للحرب يعني، على ما اعتقد يعني. طيب هل انت مستعد لحاجه زي كده؟ انت كدولة في استعداد لحاجه زي كده؟ برضه الله اعلم، برضه انا ما اعرفش، ولكن اللي اعرفه واللي افهمه، ان انا لو داخل خناقه، انا انا لو داخل خناقه قصاد بيت كامل، 3 4 اخواتي يعني مع بعض، وانا بطولي، فاكيد الهزيمة يعني أمر محسوم، هزيمتي يعني. ولكن لو أنا معايا إخواتي هيبقى إيه الوضع؟ على الأقل، على الأقل هيكون النسبة 50 50 على الأقل يعني، هيكون 50 50. وإحنا لما بنتحد خلي بالك الموضوع بالنسبة لنا بيختلف، لما بنتحد ومعانا طبعا يعني ربنا، فأكيد الموضوع بالنسبة لنا هيختلف. فإيه بقى؟ أكيد أنت فاهم أنا بتتكلم عن إيه؟ مش آن الأوان بقى نتحد؟ وعد الآخرة ما قربش؟ يلا بينا بقى، يلا بينا.